هو شو نقول لك؟ لا لا لا، اذا كان الدعم تيكون في واحد الظرفيه معينه وتنتهي، راه ما قادرش تيهضر الخوت، راه الهضره والله ما قادر يهضر، كيهضر بواحد الصعوبه. ظرفيه معينه اللي ما خصوش يداوم، لان حتى في الدوامه راه تترجع، ما قادرش يخرج حتى جمله مفيده، راه تترجع على انه تجيب الناس يبداو يتقيدوا للدعم بدون على انه يمكن له يقبل او يساهم بالتشغيل او تكون فرص تشغيل وما يبغيش يمشي لها الى اخره. لذلك او كنت قلت انا، قلت اودي راه ما خصش يكون الدعم شنو باغي تقول جمله مفيده ما قادرش تخرجها صاحبي. بحالك انت ومع كل احتراماتي ليك خاصك تمشي تشد تقاعد وتمشي ترتاح، لان بحالك في اوروبا كيخليو المناصب للشباب، بحال هاد المناصب هادي كيخليوها للشباب اللي عندهم الجهد وكيقدروا يهضروا وكيقدروا يعبروا وكيقولوا كلمات في المكان المناسب ديالها، ماشي كيبقى يتهجى وما قادرش يهضر يمريض. بحالك انت راه خاص الانسان يمشي يوجد الموت، راه غنتحاسب وراه كتحاسب. هذا سيدي ولي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري قال لك اسيدي خاصنا نحبسوا الدعم ديال 500 درهم. اش بان لكم الخوت؟ مع العلم انه هو كيتخلص ب 16 مليون في الشهر. عمل به على طويل المدى، لا خصو يكون في واحد الظرفيه معينه في واحد الزمن معين وانتهى. وقال لك اسيدي هذا الدعم المالي اللي كيتعطى للاسر الفقيره ما خاصوش يبقى ديما، خاصو يكون غير في واحد الوقت محدد ويحبس، غير باش هما يزيدوا في البوطه وفي المعيشه، باش حتى شي واحد ما يهضر ويقول الحمد لله راه كنشدوا الدعم. ومع العلم ان هذا الدعم ماشي 500 درهم صراحه، راه غير 350 درهم، لانه فيه الاقتطاع ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كيوصل الاقتطاع ديالو حتى ل 150 درهم في الشهر، والاقتطاع ديال البنكه والاقتطاع ديال المونسيبير كتبقى للمواطن المغربي 300 درهم في الشهر. وهاد 300 درهم في الشهر بحال الناس اللي في البوادي واللي في القرى حاشاكم ما كتقدهمش حتى بال الحمير. بحالي انايا عندي جداتي كانت كتشد الدعم الاجتماعي ودابا وقفوا لها الدعم قال لك بسبب التعبئه، حيت كدير التعبئه. وجدايا عندها مسكينه غير تليفون نوكيا بيل ديال 1991 وقال لك اسيدي طلع ليها المؤشر على حساب ما قالت لي بان ديك 300 درهم ديال الدعم اللي كانت كتجيها كانت كتشريها غيبال ولا تبل الحمار ديالها حاشاكم، فما بالك بالانسان واش غادي تقدو ديك 300 درهم؟ انا ما عرفتش هاد الناس واش كيجيب لهم الله بان هاد الدنيا هي دنيا الخلود غادي يبقى فيها الحياه ديالو كامله. راه الدنيا راه وصلتي ل 50 60 سنه وعاسير لا عندك شي منصب ولا شي خدمه ولا شي حاجه، وغير سير خلي الكرسي ديالك وسير صاحبي، خلي الكرسي ديالك للشباب والناس عندها افاق. الحمد لله المغرب راه فيه واحد البنيه شبابيه اللي طالعه، راه فيه شباب تبارك الله اللي مجازين. خليو الفرص للشباب باش تخدم البلاد وتطور البلاد تزيد لقدام. واش حنا غير اللي عشات شي منصب كيبقى جالس فيه؟ دابا هذا السيد هذا كيجيب له الله باللي راه باقي المغرب كيعيش في 1870، باقي لي داك الانسان 500 درهم كتقدو، كيتخيلوا بان قالب ديال السكر باقي كيدير 2 دراهم، كيجيب لهم الله بلي ان الباكيه ديال الاتاي باقي كدير 3 دراهم. وتفيقوا معنا وعاو شويه، خاصكم تمشيو تشوفوا الفقراء كيفاش كيعيشوا في البوادي في الجبال في ضحايا زلزال الحوت، سيروا عند الناس شوفوهم كيفاش كيعيشوا بلا ما تبقاو تطنزوا على الناس وتكذبوا على الناس حقا هاد الدعم خاصنا نوقفوه. وقال لك اسيدي علاش باغي نوقفوا هاد الدعم الاجتماعي؟ قال لك اسيدي ما بقاتش الناس باغا تخدم، شو على الطنز كيدير العكري، ما بقاتش الناس باغا تخدم حيت كيشدوا الدعم ديال 500 درهم، و500 درهم كلب وما تقدوش في هذا الوقت هذه، مش وما تقدوش في هذا الوقت هذه. على من كتضحك؟ على من كتضحك السي ولي البنك المغرب مع كل احتراماتي ليك؟ والا راه حتى الميزانيه غادي تبدا حتى الهامش الميزانيه غادي يبدا ينقص، فهمتيني؟ يا سي الوزير راني فهمتك، ولكن 16 مليون اللي كتشدها انت في الشهر ماشي بزاف حتى هي، ما غاديش تخرج لينا على الميزانيه هذيك، راه غتسالي لنا مع الميزانيه، ما غتبقى لنا والو في الميزانيه هذه.